تكون اللغة في أوائلها، لكن الحرص في حد ذاته ده باعث قوي على التعلم وعلى ان احنا نكمل. سعيده بالفرصه الجميله اللي اتاحها لي دي الحقيقه. واذا كان في حد مبسوط يا مستر قاسم فهو انا، انك اتحت لي اللقاء الحلو الله دوت مع يكرمك. الشباب، وان يبقى كله فيه ليك. زي ما بيقولوا ايه يعني فيس تو فيس كوميونيكيشن بيني وبينه وما بينك. والحقيقه انا مستر محمد قاسم هو لي معزه كبيره عندي، هو اخ مقرب ليا. وفكره ان هو شاب صغير بيقود مبادره قويه زي دي. أنا خليني اقول لكم فكره ان حد ينقب علشان يطلع حاجه مدفونه على السطح ويديرها ويكملها ويلمعها لوحده وهو شاب صغير، ما عندوش ممكن نقول الادوات الكامله ولا فريق العمل الكامل. النهارده عشان تاخد كورس في اي حاجه، في تنميه بشريه، في لغه، في اي حاجه، انت محتاج مؤسسه كامله وفريق عمل كامل، ده بيعمل كذا وده بيأدي كذا وده بيأدي كذا. النهارده استاذ محمد قاسم قدر يكسر قاعده قويه، وانه بمفرده وهو شاب لسه صغير، ممكن الخبرات بتاعته لسه برضو على قدر سنه، انه يقود مبادره زي دي وهو في ايده انه يعمل حاجات تانية اسهل. بفكر الشباب بتاع النهارده نعمل حاجه اسهل وحاجه ما تفرهدنيش معاها، وفي نفس الوقت المع وابان واظهر. لا، هو اختار الطريق الاصعب، لان هو اختار حلم الحفاظ على اللغه النوبيه وعلى الهويه والكلام اللي هو لا مش اكلاشيهات خالص. بالعكس انا بعتبر ان الكلام ده مهم جدا، وان الحد اللي بيكون في دماغه حريص على انه يعمل دوت ده كنز نبقى ماسكين فيه. عشان كده هو لما عرض عليا فكرته من البدايه قلت له كمل فيها زي ما هتكمل. لو هيطلع معاك اللي هياخد الشهاده اتنين تلاته، حتى لو واحد بس خد شهاده من عندك انه اجاد اللغه النوبيه لمستوى معين، دي حاجه هتضيف ليك وهتبقى هتفضل للنهايه انت المبادر الاول بالفكره، واللي هيجوا بعديك هيبقوا جايين بعديك. فانا خليني احييه جدا على المبادره وعلى المثابره والاصرار، وان هو مكمل على مدى شهر ورا شهر، وهو حد وراه حياته والتزاماته وشغله ودنيته. اني اتابع واعمل واعمل لينك مع دوت، واجيب حد بيتكلم كويس علشان يعلم، واظبط وانزل فويسات واتابع واعمل امتحانات دي تفاصيل كتيره. احييك على اصرارك وعلى انك انت مكمل فيها الى هذه اللحظه. سعيده بالحضور، وزي ما سيادتك قلت يا مستر قاسم لو حتى واحد بس كان حاضر هنحضر معاه.